السلام عليكم خواتي خواتاتي، مرحبا بكم في فيديو جديد ومثير حول آخر أخبار الوداد الرياضي. قبل ما نبداو ما تنساوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش توصلكم جميع المستجدات، واللايك ديالكم كيتشجعنا بزاف. ودابا ندوزو لأبرز العناوين. جنوب افريقيا ولوبو موتيبا كيجرب حظه مع الوداد استعدادا للانضمام في الميركاتو الشتوي. سانتوس اغويار البرازيلي الشاب في دائرة الاهتمام الفريق الأحمر. وعودة الحارس المخضرم منير الكجوي المحمدي لتعزيز صفوف الوداد في كأس العالم للأندية. وندوزو للتفاصيل. الوداد الرياضي كيتجه لتعزيز الهجوم ديالو، وهاد المرة كيجرب المهاجم الجنوب الافريقي ليبو موتيبا، اللاعب اللي كان في مجموعة ديال الفرق الفرنسية ودابا كيدير تدريباته تحت عيون المدرب رولاني ماكوينا. هاد الخطوة كتشير بأن الوداد بغى يزيد يقوي الصفوف ديالو، خصوصا مع اقتراب النصف الثاني من الموسم. من جهة أخرى، اسم جديد طلع للسطح في اهتمامات الوداد، وهو المهاجم البرازيلي سانتوس أغويار، اللاعب الشاب ديال الفريق فيروفياريا. رغم أنه كان غائب على الملاعب لمدة 6 أشهر، كيبقى هدف محتمل في الانتقالات الجاية. واش غادي يكون الورقة الرابحة اللي الوداد كيحتاجها؟ الوقت بوحدو اللي غادي يجاوبنا. وفي الخبر الآخر، الحارس المخضرم منير الكجوي المحمدي قريب رجع يعزز صفوف الوداد في الانتقالات الجاية على سبيل الإعارة من نهضة بركان. هاد الصفقة غادي تكون استعدادا لكأس العالم للأندية اللي غادي تلعب في شهر ماي القادم. منير اللي عنده خبرة عالمية غادي يقدر يضيف القوة والحماس للفريق الوداد في هذه المرحلة الحساسة. كانت هذه أهم الأخبار ديال الوداد الرياضي. وشنو رأيكم في الاختيارات؟ واش كتشوفوا بأن هاد اللاعبين غادي يعطيو الإضافة؟ اكتبوا لينا آراءكم في التعليقات، وما تنساوش تشجعونا بلايك وسبسكرايب، ونتلاقاو في فيديو جاي إن شاء الله، ودمتم سالمين.